السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كل وحاله؟ اليوم بنسمعكم مجارة شعرية بيني وبين الشاعرة سمر اليمنية. البدع من عندي وهي جاوبت. قلت في البدع: يا هاجسي قوم منظم قافية تعجز وزنها لسن كل شاعر، وما تنظم الأبيات إلا وافيه، وتشوف من هو على الرد قادر، وما ترسل القيفان إلا صافيه لأجل تعرف كل من هو شاعر. وهي ردت علي قال: أن سمعت البدع يا هيثم وجيتك حافيه، أرسل الرد مني قبل كسر الخاطر. جيت للشعار تتحدى تقلد داهيه، وتظن يا شعثمي إنك بأقوى شاعر. خذ مني نصيحة بكلمة حاليه، لا عاد تتحدى وانت منتهى ساتر. يعني الرد منها رد عنيف جاء. ردت عليها قلت لها: ارحبي يا بنت جيتي كافيه، والرد مني جاء على لمع البصر. أرسلتي الأبيات وزن القافية، والآن من هاجسي ما عدلش مفر. دخلتي الشوك وانتي حافيه، أتصبحي في الشوك ذا الحين في خطر. أما النصيحة فانتي عاد شغاويه، ما حد على هاجسي بهزمه قد قدر. وهي ردت قالت: الآن بدك تخلي النار تلصى حاميه، اقرب تفضل دام ما عاد لي مفر. شواجهك حتى نشوف النهاية ونعرف من مننا الاثنين يا هيثم خسر. ردت عليها يعني عادي متحدية. قلت: تراجعي يا بنت وعادش في البداية، ما قد وقعتي بين شاعر عسر، لا يحول حروفه لسهوم الرماية، ويطلق على الخصم لو ما ينكسر. من هاجسه الرد ما عد له نهاية، يواجه في الميدان حتى ينتصر. وهي ردت قالت: سمعت قيفانك وجالي ارتعاش، يا الشاعر المغوار هدي علي، شاغادر الساحة ومن عاش عاش، الصدق عليك الرد ما عادوا علي. وأنا ردت عليها يعني هي انسحبت. ردت عليها قلت: انسحبتي من الميدان الآن يا خزاش، وفي البداية جيتي تتحدي علي. ما عاش من يهزمني يا بنت، ما عاش حتى لو في الميدان يتقدم صلي. بسلامتكم.